آه، بنقول طبعا مش عارف هو اشتغل كده ولا تمام. أستاذ نبيل الفودعي، صاحب معجم المندثر في لهجات اليمن والمعافر، مندثر من لهجات اليمن والمعافر. طيب، نستكمل اللي كنا بنتكلم فيه، انه الشعراء بيستخدموا هذه الجذور، وطبعا مع ابدال الحروف وتكوينها بحيث انه بيكمل يعمل جمله، زي عندنا فن الواو مثلا. يعني عندنا الفن الواو برضه بياخد الكلمه وتبقى ليها معاني، مجموعه معاني مختلفه، فبيستخدمها الشاعر. موجود، اعتقد ده موجود في اليمن. موجود، هذا في اليمن موجود عند العرب من زمان، من ايام طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني فلما كلمتني بعدين كلمته قالت يا اسماعيل صبرا. اسمه اسماعيل، اسماعيل صبرا. قلت يسمع، هي اسماء عيل صبري بمعنى نفذ صبري. يا اسماء عيل صبري يعني نفذ صبري. طرقت الباب حتى كلمتني، حتى تعب متنه. فلما كلمتني لما بعدين كلمتني قالت يا اسماعيل صبرا. قلت يا اسماعيل صبري، هو اسمه اسماعيل، قلت له صبرا. يعني ليش الازعاج؟ قلت يا اسماعيل صبري، يسمع عيل صبري بمعنى نفذ صبري. الله، عيل صبري، نفذ صبري او تعب صبري. أيوة. فهذا يعني عربي بس بيسمى باسماء مختلفه. بالنسبه عندنا باليمن اللي بيحبوه اكثر مناطق تهامه. يعني في محاولات، يعني فكره الواو، يا بنت مالك عاتبك. ايوه، وانت اللي ست الصبايا، ده قلبي كان بيعاتبكي والله عليم بالنوايا. يا بنت مالك عاتبكي، هو اللي عاشق جمالك والله ما يلمس عتابكي الا بعمك وخالك. يعني عاتبكي وده مهما موجه عاتبكي. فكره استخدام المفرده. كيف يعني ينسبون هذا في اليمن؟ يعني كده باليمن اسمه الطارق، والاكثر هو في الحديده، من محافظه الحديده. هم اللي طبعا احنا عندنا يحبوه ويجيدوه معروفين. أيوة. وهنا في الصعيد الواو يسمى. طبعا الطارق سمي الطارق لانه بيعيد الكلمه، يطرق عليها وكانه الواو هنا الواو بمعنى انك تعيد الكلمه، تعيدها بالشكل. يعني احنا الواو على قراءتنا، يعني وقد يكون هذا معنى الواو احد الاسباب يعني سمي واو، انه في وقت المماليك كان بيبقى صعب الواحد يعبر عن مشاعره، يخاف يعني، فيقول لك وقال الشاعر. هذه الواو لا تثبت كلمه قال، فتنسج عليه. طب سمعنا حاجه كده من بقول لك. هو خلينا نفصل لك حسبا. كل الشعر يقول وقال الشاعر وقال الشاعر، وش لسبب المماليك ولا غير وقال، لكن هو عطف الكلمه. كانت تعني هنا معنى، وهو عطف على ورجعت هنا تعني معنى اخر. وقال الشاعر هنا يعني ايوه، يعني لا كلمه على القصيده بكله يقول وقال الشاعر، لكن هي مثلا عتبكي هنا وهناك عتبكي. يعني استخدمها مرتين، يعني اذا عطفها وعادها بمعنى اخر. يعني تفسير برضه تفسير يحترم او لا هو مضمون كذا، لانه ما فيش كلمه وقال الشاعر. كل الشعر احنا لا نؤكد كل يعني الشعر. معنى ايه؟ طيب نحن نعرض كل ما قيل. طيب كل الشعر اصلا يقال وقال الشاعر وقال الشاعر. لانه طبيعه بعض الناس ما يقولش على قصيدته المقال، هو يقول لك وقلنا كذا او قلنا او قلنا او كما قيل يعني. او كما او قال فلان او الشاعر مش ما يحددش. اذا كان قصيده عبوه ما يحددش، يقول كما قيل بس، او قال الشاعر كذا. نعم. طب ما بقول لك كده، مثلا الكلمه تحتمل معاني كثيره. كانوا جبابرة عظام. كانوا جبابرة عظام. نعم. وما بقى منهم عظام. عظام وعظام. أراكي وفي فمي أراكي، اللي هو ما المسواك. طب قولي المربع وبعين الفم. أراكي وفي فمي أراكي. أنا الذي عشقت سواكي ولا نعشق سواكي. وسواكي هنا السواك، عود السواك، وأراكي عود الأراك. هنا أراكي بعيني وفي فمي أراكي عود الأراك. نعم. أنا الذي عشقت سواكي عود السواك ولا نعشق سواكي. نعم.
نفسي اقول لك تعالي، نفسي اقول لك تعالي يا حلوه بالله زوري، اه ولما اشوفك تلعثم والكلمه توقف في زوري. تاني ثاني اجيب اعيدها يعني. آه. نفسي اقول لك تعالي، نفسي اقول لك يا حلوه بالله زوري، زوري. ولما اشوفك تلعثم والكلمه توقف في زوري. نعم. احب تعز مثل صنعاء، هذه محافظه يمنيه. واحب شبوه ويافع، حب السعيده بقلبي من عادني شاب يافع. يعني السعيده ارض اليمن اسمها السعيده. احنا عندنا على فكره في مصر، ويمكن مش يعني هم اكثرهم في صعيد مصر يعني من يكتبون الواو وعلى بحر ثابت. فعلا. فلما يعني انا احضر لهم كنت اظن ان هذا الموضوع سهل، وكنت اظن ان المساله مساله يعني اللعب بالمفردات هم اكثر ناس بيجيدوه في جمهوريه مصر كلها بصراحه، او بين العرب الصعيده في الصعيد. بيجيبوه يعني ايوه منبته، وهم اللي اكثر ناس بيفهموه. الباقي احيانا عادوا عايز مترجم عشان يفهموا، مع بعضهم مع احترامي يعني. لا هم بيبقوا فاهمين هناك، لكن احنا يعني حتى من يكتبون الواو القاهريين يعني عادة هو يعني يحب يكتب مفردة يستطيع أن يفك شفراتها اللي هو القاهري ولا على كل هي عايزة بس شوية تفكير. يعني مثلا نظرة منك تكفيني لتكفيني عشان أتكفي. أيوة على الموت يعني تودينا للهاوية. نظرة منك تكفيني لتكفيني. أنا من قبل تكويني بجوف نار تكويني يعني تحرقنا يعني. هنا من الكواية وهناك من التكوين او الخلقه وهكذا يعني الواو بهذا الشكل. بس هو انا ليه بقى انا قلت نسمع بعض امثله موجوده، لانه من يعني يكتبون الواو وهم يحتاجون لهذا النوع من الحقيقه هيفيدهم جدا، واتمنى انه يبقى موجود في مكتبات اصول الثقافه ان شاء الله. لانه طبعا الاستاذ نبيل هو يقدم امثله، لكن يستطيع طبعا المبدع ان يبتكر يعني من هذا حين يقرا هذا المنتوج الجيد يعني. قال احمد مطار الشاعر الكبير احمد مطار: نعم، العلاقه بيني وبين حاكمي ليس لها نظير، يعني غايه التفاهم. هو يقول كلمه وانا اقول كلمه، هو من بعدها يسير وانا اسير. الله الله الله، مش اسير هو يروح، لا هو يسير يعني وانا اسير. هكذا الشعراء. خلاص ايوه. طيب عشان نستغل وجودك بقى معانا في فاضل عندنا حوالي 3 أو 4 دقائق نستغلهم بقى في فكره الاستغلال لا يجوز يعني طبعا، لانه هذا هو علمك، يعني هذا هو العلم الذي يعني تعمل من اجله. انت قدمت هذا المعجم اللي انا اتمنى ان يبقى موجود في 3 4 مؤسسات موجودين مثلا في القاهره، يعني اتمنى ان يكون نسخه في كل مؤسسه. هو نحن هدينا جامعه القاهره، وهدينا الجامعه الامريكيه اشترت شيره من معرض الكتاب. يؤسفنا انه ما فضيناش نروح نجيب لهم هديه من عندنا، المفروض نجيب لهم هديه، مش هم يشتروا شراء. هم اشتروا برضه يتحط ما هو في. أيوة. طب انت معلش يعني كيف يمكن للباحث ان يعني يستخدم هذا المعجم؟ يعني هيحتاجوا الباحث طبعا. انا اعرف انه يعني معظم جامعات القاهره يمكن اهتموا بانهم يعني ياخذوا هذا الكتاب يعني. طبعا هم الفائده اللي فيه انه ممكن تفسر اي ايه بالقران بدون ما تفسرها خطا. ليش؟ لانه بناء على لغه العرب اللي القدامى، والاثر النفسي لهذا الجذر يعني، لانه فيها اخطاء بالتفسير ومعترف فيها يعني ومعدلات. ومكتوب في برنامج يعني 110 كلمات في القران فسرت خطا، وفي 200 مدري كم، وفي يعني بس فسر خطا بعضهم. لانه بناء على وفي مش تفسير خطا، لا هو تاويل، بيكون قريب الى الحقيقه. بس مثلا زي ما تقتلوا اولادهم خشيه املاق. الاملاق هو اصلا اقصى درجات الفقه. ده معدل. ايوه لانه الفقير ممكن ياكل يشرب ولو عيش يابس.
على من مش معقول يفكر يقتل ابنه. هو يعني هو ما كانش هيقتل ابنه الا خشيه املاق. وهذا الاملاق، معلش انا اوضح الجزئيه اللي انت قلتها. الاملاق هو الذي لا يستطيع ان يطعم حتى ابنه ولا يطعم نفسه، وبالتالي يقول لك انا هعذبه ليه وبتاع. كان الفكر الجاهلي يعني. والاملاق عكسه املاك، ملك وملاق. لأن اللغة دقيقة. يعني فقش وفقس. فقش بفعل فاعل وفقس بفعل الفرخ. يعني نقول فقش البيضاء وفقس فقس. يبقى هو ده لوحده. ده فرخ. طبيعي. لكن فقش ما تقول لي زي الفرخ. لأنه دقة. أنت اللي فقشت البيض. أيوه. زي ما نفط وشفط. نفط طلع بنفسه الشيء. زي النفط. زي النفط. أيوه. هو يسمى نفط من طلوعه بنفسه. وشفط بآلة. طعم وطعام. لكن هي كلها خروج. نفط وشفط. أيوه. بس هذا تلقائي وهذا بتأثير. ولهذا نقول احنا هنا الجرح اذا كان هنا الله لا يقدر وطلع يقيح بنفسه، يطلع يقيح بنفسه، يسمى نفطه او نفيطه. يعني تصغير نفطه. نقول هنا في نفطه. والنفط كان زمان ما فيش، فيشبه العربي او اقرب شيء له. احنا كده الوقت هيطلع معانا، واعتقد انه وقت التسجيل يعني. طب انا يعني هسيبكم وهنرجع ان شاء الله تاني في حلقه تانيه نستكمل. شكرا استاذ نبيل الفودعي. كان معكم عادل عبد الله.